الحلو بيبقى حلو لما تعمليه بايدك وتلم ولادك حواليك. هنعمل النهارده السابليه بطريقه سهله جدا، وهتشكليه زي ما انت عايزه وعلى حسب الامكانيات اللي عندك. انا عاملاه حلو جدا، عاملاه بابلز وعاملاه قلوب وعاملاه دواير. بجد كان خطير، والفرحه كلها وانا بشكله مع ابني. انت كمان اعملي ويلا، ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشتركي في القناه. بصي خطير. يلا بينا. اول حاجه انا جبت نص كيلو كده من الزبده بدرجه حراره الغرفه، وابتديت ان انا اضربها كويس جدا بالمضرب الكهربائي بالشكل ده. وانتي بتضربي حاولي انك تنزلي الجوانب عشان كلها تختلط. نزلت عليها بكوب من السكر البودر. قلبي برضو كويس جدا لغايه ما يختفي وبيبقى قوامه كريمي، ونزلي برضو الجوانب كده. بعد ما كله اختلط بنزل، بيبقى عندي بيضتين، ببتدي انزل بيضه. البيضه الاول تختفي بننزل بالبيضه التانية، وبعدين بحط عليها فانيلا ورشه من الملح. تفضلي تضربي لغايه ما يبقى القوام معاكي كريمي خالص والبيض يختفي معاكي. تمام. عندي بقى 6 من الكوبايات من الدقيق، يا اما متعدد الاستخدام او متخصص كحك وبسكوت. لميه لغايه ما يبقى معاكي القوام ده. بفرد بقى كيسه تحت عشان تبقى سهله معايا في الحركه، وبفرد بقى العجينه عليها، وبفردها عليها بكيسه تانية، وبفردها بالنشابه. بعدين عندك بقى الاشكال اللي انت عايزاها. انا كان عندي دواير. عايزين الاول نعمل ايه؟ الدايره مفتوحه على قد الدايره المقفوله عشان وانتي بتشكلي. احنا طبعا بنشكل بمربى فراوله. انا شكلت بمربى فراوله او مربى مشمش، وكان عندي شوكولاته خام بيضه ودارك. ده شكل البابلز. عبارة عن كور كده، لزقت التلاتة في بعض. دخلتهم الفرن بقى من غير ما ولعتش الشواية. سبتهم بقى يستووا كده وياخدوا لون من تحت ومن فوق. بس يا جماعة كان دايب وهش وناعم جدا وحلو قوي. شكلته بقى زي ما انا قلت لكم بمربة الفراولة والمشمش، ولزقت الدايرة المفتوحة على المقفولة، وبجد خطير بالهنا.